انذاك. اليوم نسميه سانسيرو لان المضيف هو الميلان. وضربه الانطلاقه اعطيت من حكم تارو، كره مرفوعه بالراس، جول جاكا جاكا جاكا، جول يفعلها جاكا، يهز الشباك، يسجل اول اهداف المباراه. زانيتي سعيد في المدرجات، الانتريستا كلهم سعداء، يا له من جول ويا له من مفاجاه. فعلها جاكو واشعل المباراه وسجل رابع اهدافه في دوري الابطال. ممنوع يسجل عليكم هدف بهذا الشكل من ركنيه، الكل واقف وبعدين لم يضربها بالراس بل ضربها برجله بيسرى. شوف الاعاده مره ثانيه، البوسني العملاق امام البامبينو دافيدي كالابريا. الجول الاول لصالح الانتر في السانسيرو 1-0. جول. ما هذا العجب، ما هذا السيناريو، ما هذا الانتر، يا سلام. اين هو الميلان واين هو الحارس مانيو؟ جاءكم من هنالك وتمكن تشالانوغلو من اضافه الهدف الثاني للانتر. 10 دقائق لعب، الانتر متفوق على الميلان بهدفين مقابل 0. انريك مخيطاريان هو الذي سجل ثاني اهدافه في دوري الابطال، هو الذي سجل ثاني اهداف الانتر بعد 10 دقائق لعب من انطلاقه المباراه. ما هذه الفراغات وما هذه المساحات. ما الثانيه مخيطول، ما هذا تونالي قوم يقول لك الحكم ليس هناك خطأ، ليس هناك. جيكو كرة جيكو بعيدة عالية راحت فوق مرمى الحارس ميرو ابراهيم. التغطية الدفاعية هائلة من باستوني والحكم يعلن خطأ لصالح دفاع الانتر. ارتكبه. وين يا باستوني؟ وين رايح يا باستوني؟ وين رايح يا باستوني؟ ميسياس على الأرضية. كالابريا، ميسياس وكالابريا بالعقب. الكرة مرت سلامات على يسار اندري بها 7 مرات. لوتارو مارتينيز. كارثة أخرى لوتارو مارتينيز يفعلها. المانيفيكو يتحصل على ركلة جزاء، زايد بطاقة صفراء لسيمون كير. المانيفيكو لوتارو مارتينيز يراوغ ليس هناك ركلة جزاء. نو بينالتي. الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو. نو بينالتي، نو بطاقة صفراء كذلك. ماركو ولوتارو من كل الجهات الكرات والفرص بالنسبة للإنتر بكل اللعبات. دي ماركو مرة أخرى دامفريس من عند دي ماركو كاد يسجل الهدف الثالث. لقى هنالك من إبراهيم دياز. صليبا كيرس. دامفريس يتفوق بروعة الهولندي، خرج هذه الكرة. إبراهيم دياز. تسديدة إبراهيم دياز خرجت على يمين أندري أونانا. أول كرة وأول فرصة صعبة لعناصر الميلان في بداية هذا الشوط. فتح رجله شوية أكثر من اللازم. ميسياس يا جينيور. يا جينيور يا ميسياس. صعب المكان بينية خطيرة. يا جيكو. خروج رائع من مايك مينيو امام جيكو. كاد يسجل ثنائيه وكاد يسجل دونالي. وجول. القائم الايمن يسد. مانيفيكو تونالي. ميسياس ماليك يمنى تسديده بين احضان الحارس مينيو. قلتينس رجعت الكرة خطيرة. ميسياس بين أحضان أونانا. هذه الكرة من جينيور ميسياس المهاجم. Opa, vamos nessa! Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho. Bola rolando.
Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine Caio Ribeiro para comentar cada lance. E hoje o jogo promete e vai ferver. É o Real Madrid e Paris Saint-Germain. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Defendeu Courtois, fechou o gol, Caio. Exatamente, defesaça do goleiro belga. Agarra com segurança, não dá rebote, dá na bola. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Alaba entra jogando com Carvajal nas laterais. Modric começa com cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Pode vir ataque perigoso por aí. Bote preciso, sem pênalti. Benzema em campo. Quero ouvir o amigo Caio Ribeiro. A capacidade de armação de jogadas dele é fora do comum, Villani. É um cara que tem muita visão de jogo. Grande desarme para acabar com o ataque. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. No mano a mano, para fazer. Para fora. A bola passa com um capricho, raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Mbappé. Neymar. Saiu e assim é escanteio para o PSG. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Longe, com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Neymar com ela. Mbappé recebe. Solé. Gol! E agora eles precisam de 2 gols para sair daqui sem o risco de cair, Caio. Villani, é a hora do elenco mostrar que realmente quer ficar nessa divisão. Recomeça o Real Madrid no centro. Vai perdendo por 1 gol. Vai lá na segunda trave. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom cruzamento, mas a bola vai para o goleirão. E arremesso para o Madrid. Benzema. Desarma. Mata o ataque. Neymar. Parou, parou. A juizona deu impedimento no detalhe.